السلام عليكم يا شباب. دي المحاضرة التانية من الجلدية، هي أكبر شوية من المحاضرة الأولانية بس إن شاء الله تخلص بسرعة يعني. فهنحاول برضو نجيبها في بتاع ربع ساعة تلت ساعة كده بالكتير. طيب المحاضرة النهاردة superficial fungal infections. تمام، هنشوف fungal infections بس تيجي في superficial part من السكين بس، برضو بتاع الدكتور محمد شكري. fungal skin infections بتقسم 3 حاجات، يا إما yeast، يا إما yeast infections زي الإيه، زي الكانديدا، يا إما dermatophytes اللي بنريفر لها باسم تينيا، سواء تينيا كوربورس تينيا كابيتس كل ده هنقوله، يا اما دي فوجل انفكشنز وهي مش عايزينها النهارده، احنا ايه هنمشي في الاثنين دول بس. طيب cutaneous fungal infections are superficial infections typically involving ايه، السكن والهير والنيل. يبقى هو لو عمل سبريد للهير والنيل او جاب الهير والنيل، ده مش معناه ان هو ديب، ده هو ستيل superficial، ولكن هتفرق في حاجات ليها علاقه بالتريتمنت. تمام. طيب most commonly fungal infections are caused by ايه، dermatophytes. يبقى ده الموست كومون fungal infection. most common fungal infection هو الدرماتوفايت. طب لو نون درماتوفايت هيبقى الموست كومون ييست، وهو ايه، الكانديدا اللي بناخده دايما في الاميونو كومبرومايزد والسايد افكتس للدراجز يعني. The term dermatophyte refers to a fungal organism that causes tinea which are further classified على حسب الريجن بتاع البادي. يبقى انا هقول تينيا على حسب الريجن بتاع البادي، سواء بقى في الراس سواء في الجسم سواء كده. تمام. طيب dermatophytes are limited to the stratum corneum، ودي الطبقه اللي في الابيديرمس اللي فيها الكيراتين. اصلا بعض دكاتره الجلديه بدل ما يقول كيراتينايزد ابيثيليوم بيقول كورنيفايد ابيثيليوم، فهي كورنيوم ليها علاقه بالايه، بالكيراتين غالبا. ليه؟ لان they require كيراتين فور جروث، يبقوا محتاجين الكيراتين فور جروث. مودز اوف ترانسميشن كذا حاجه، بس كلهم دايركت يعتبر يعني، سواء انت عديت واحد سواء انيمال سواء سويل سواء فومايتس، يعني ادوات معينه. هنقول الفومايتس تحت برضه بس هي مش مهمه يعني. تايبز اوف dermatophytosis. طيب اول حاجه تينيا بيدس يعني فوت زي ما مكتوب، فالتينيا بيدس هي الموست بريفالنت كوتينيوس فانجل انفكشن. طب اشمعنى؟ لما تشوف الريسك فاكتورز انت هتعرف من نفسك. هوت هيوميد انفايرمنت، تمام، يبقى عايزه هوت وهيوميد يعني رطب. prolonged wear of occlusive footwear، فكك من الحته دي، المهم ان هي محتاجه هوت وهيوميد. امتى الحاجات دي تحصل؟ لما انت تبقى دايما في الرجل. ليه؟ لان الرجل غالبا بيبقى فيها excess sweating، prolonged exposure to water اللي هو السويتنج، العرق، prolonged wear of occlusive فوت وير، يعني انت لابس حاجه ضيقه على رجلك او كده. فغالبا التينيا بتيجي غالبا في الرجل، لان هو الموست بليس في الجسم اللي بيبقى معرض اكتر للهيوميديتي والهوتنس. تمام. طيب وبتيجي عند برضه الناس اللي عندهم اكسس سويتنج او الناس اللي بتروح بتعمل اكسبوجر للوتر كتير. بنسميها اثليتس فوت عشان هي بتيجي في الناس الرياضيين اللي بيلبسوا الجزم بتاعتهم لفتره طويله وبيعرقوا فيها كتير بسبب الرياضه اللي بيعملوها. كلينيكال فاريانس اوف تينيا بيدس، احنا قلنا الفاريانس اللي فوق اللي هو تينيا بيدس او تينيا كابيتس او تينيا كوربورس على حسب المكان. طب تينيا بيدس لوحدها ليها كلينيكال فاريانس على حسب ايه؟ اولا موست كومن حاجه، وغالبا هي موست كومن حاجه بتبقى هي الحاجه الموست مايلد مش السيفير، وهي الانترتريجينس تايب، ودي هنقول معناها دلوقتي. وفي كرونيك هايبر كيراتوتيك تايب، وفي فيزيكولو بولس تايب. الانتر تريجينيوس تايب دي معناها ايه؟ انتر يعني ما بين، تريجينيوس دي جايه من كلمه معينه اسمها تيريرا تقريبا، معناها ان حاجتين بيرب في ايتش اذر او بيكحتوا في بعضهم، فما بين المناطق اللي بتكحت في بعضها. فغالبا لما تيجي تشوف الصوره هتلاقيه ما بين صوابع الرجلين، لان دي المناطق اللي بترب بعضها بتحك بعضها طول الوقت. فدي هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكرونيك انترتوجينيوس تايب. وهي كرونيك ليه؟ لان غالبا فانجل انفكشن بيجي كرونيك. لو انت لقيت حد انفكشن عنده انفكشن في المكان ده هتقول بكتيريا، لو جاء اكيوت هتبقى بكتيريا، لكن طالما هو كرونيك يبقى فانجل. كرونيك هايبر كيراتوتيك تايب، وده بيجي تحت في الرجل وعند الناس الكبيره، لان اوريدي عندهم اصلا هايبر كيراتوزس، فبالتالي بيجي بالطريقه دي بيبقى تحت، حتى تلاقي دايما رجل الشخص اصلا كبيره اهي، فده يساعدك برده فين، في الاسبي. الفيزيكولو بولس تايب ده موجود اهو، باين صورته ان هو فيزيكولو بولس، فيه شويه فيزيكلز اهي، بيبقى بسبب انفلاميشنز برده او يعني انه الفنجس بيعمل حاجات زي فيزيكلز كده. تمام. دول تعرف تفرق منهم ليه؟ الكراتوزس باينه هنا، يبقى ده كراتوتيك، وهنا انتر ترجينيس ما بين الصوابع دي بقى عارفها، ودي حته مدوره بره في كعب الرجل، يبقى دي ايه؟ بورلس تايب. التانية كوربورس يعني بادي، جاي من كوربس. تمام. also called a ringworm may involve the trunk و neck و arms و legs commonly affected children immunocompromised patients. هو اصلا immunocompromised patients هم اللي بيجيلهم غالبا اصلا الفاجر infections، وغالبا بيجي للchildren والimmunocompromised patients. تمام. حتى هنيجي بعد كده اقول لك التينيا كابيتس بتيجي للاطفال اصلا مش للكبار غالبا يعني، بس ممكن تيجي في اي ايج يعني على حسب انت immunocompromised ولا لا، بس غالبا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده immunocompromised patients may come from direct contact with the patient with tinea capitis. شكلها في التينيا كوربورس يعني باينه جدا، هي بتبقى دايما عباره عن حاجه مدوره كده وكبيره، هتلاقيها في كل الصور نفس الشكل بالظبط، حاجه مدوره وكبيره اهي، دي التينيا. طبعا احنا قلنا التينيا ده ايه؟ درماتوفايت اهو، كل دي نفس الشكل في كله، فشكلها اصلا باين جدا ان هي جايه برضو، بتيجي في الايد اهي، وبتيجي في الجسم، وبتيجي يعني بتيجي في كل حته. بس لكن انا لو جيت لك هنا او جيت لك كده في الرجل هتقول لي لا مش تينيا كوربورس بقى، تبقى تينيا بيدس. طيب تينيا كروريس يعني جايه من كرورا، بتيجي في الثايز او الجروين اريا، مكتوبه اهي،
والجلوتيال اريا most common in males than in females والسكوتم itself is not affected ما بيجيش ليه علاقه. الريسك فاكتورز الاوبيزيتي ليه؟ لان الاوبيزيتي بيبقى الثايز التخينه شويه فبيبقى في مور هوتنس ما بين الثايز ومور هيوميديتي فالمكان بيبقى مليان عرق وكده فبيبقى بيئه اكتر كويسه ل الفنجس ان هو يطلع. وبرده في الاميون ديفيشنسي بيشنتس تمام. هتيجي تشوف هنا تينيا كرودس اهي موجوده حوالين الثايز هنا في نفس المكان اهي. تينيا كابيتس also called ringworm of the scalp تمام. يبقى التينيا كابيتس دي هي برضو مهمه جدا لان هي فيها كذا فرايتي يعني هنشوفها في كذا فاريشن من انواع التينيا كابيتس وبرضو فيهم تفرقه. فبتيجي فين؟ بتيجي في السكالب لان كابيتس جايه من كابيتوم او حاجه شبه كده مش فاكر الاسم بالظبط باللاتيني يعني بس هي لها علاقه بالايه؟ بالراس fungal infection of the scalp hair. طيب هو كان penetrate the hair follicles outer follicles outer root sheath and ultimately may invade the hair shaft. transmission of tinea capitis برضه نفس الكلام كله يعتبر humans و animals و soil كله دايركت وبرضه ايه عن طريق الفومايتس هاتس هير براشز انت استخدمت الهير براش بتاعت حد الفرشه بتاعت حد استخدمت الطاقيه بتاعته كده. كلينيكالي صعبه التقسيمه دي شويه هنحفظها على ان هي انفلاماتوري تايب ونون انفلاماتوري تايب. الانفلاماتوري تايب بيتقسم لحاجتين بيتقسم لسكيلي وبلاك دوت. اما النون الانفلاماتوري تايب بيتقسم ل كيريون وفيفوس تمام. دي واحده الانفلاماتوري في انفلاميشن يبقى هيبقى الفيفوس والكيريون. طب السكيلي والبلاك دوت لا دول نون انفلاماتوري تايبس. طب السكارينج الوبيشيا دي عباره عن كومبليكيشن لاي واحد منهم كلهم تمام. بس غالبا السكارينج الوبيشيا يعني مش بتيجي كومبليكيشن للسكيلي والبلاك دوت قوي يعني. السكارينج الوبيشيا غالبا بيمس دايجنوزوها على ان هي ابسس هي والكيريون تمام. طيب here typically get infected in one of three principles ways دي خدنا قبل كده اندوثريكس واكتوثريكس. الفيفوس ما اعتقدش ان هي لها علاقه بالتقسيمه دي ولكن ما علينا مش مهم قوي الحته دي. زي ما قلت التينيا كابيتس occurs primarily in children between 3 and 14 years بس هي may affect any age group بس مش دايما هي بتيجي غالبا في الchildren with immunocompromised patients. طيب clinical presentation of tinea capitis. طيب البلاك دوت والكيريون والفيفوس. البلاك دوت infection with a fracture of the hair كيريون inflammation may progress to scarring alopecia. زي ما قلنا الكيريون والفيفوس غالبا progress to scarring alopecia. الفيفوس اصلا دي already complication هي اصلا حاجه سيفير اساسا deep seated oozing nodules وابسس وفي سكارنج وفي كراستنج وفي 500 حاجه. المهم هنا tinea capitis بلاك دوت تعرفها منين؟ لو انت كبرت الصوره هنا هتلاقي ان في بلاك دوتس السكن مش زي ما هو السكن مش نورمال لا في حته صلع alopecia ولكن في السكن مش نورمال فبالتالي نعرف ان هي ساعتها تينيا تمام. لو السكين نورمال هيبقى حاجه تانية بس مش مهم مش علينا يعني. المهم ان في بلاك دوتس انت مش شايفها قوي هنا بس هي باينه هنا هتبقى باينه اكتر البلاك دوتس الموجوده. السكالي مش هتشوف بلاك دوتس هتشوف السكين عادي في بعض من زي قشره عشان كده اسمها سكيلي تمام. وهتبقى ديفويد اوف هير هم كلهم ديفويد اوف هير يعتبر يعني بس هنا مش هيبان لك قوي ان هي ديفويد اوف هير لانك شايف الحتت السوداء تمام. طيب الكيريون عباره دي شبه الابسس ودي برضو اللي بيمس دايجنوزوها برضو على ان هي ابسس لان يبقى فيها بعض بتحس ان هي فيها ريدنس كده وفيها حتت لونها ابيض تعرف ان فيها بص وكده فتعرف ان دي كيريون. لو دي برضو كيريون اهي فيها شويه سكارينج يعني دي غالبا ممكن تبقى سكارينج البيشيا. الفيفوس دي بقى اظن يعني دي سيفير جدا وباين قوي فيها 500 نوع من الليجنز فدي باينه اكتر ان هي فيفوس. فهي بالترتيب زي ما قلنا البلاك دوت باين ان في بلاك دوتس. السكيلي تايب ما فيش بلاك دوتس ولكن في شويه قشره. الكيريون عباره عن شبه الابسس ولكن ما فيش سيفيريتي في الموضوع ولكن لما ننزل في الفيفوس هنلاقي 500 حاجه في الراس وصعبه جدا. الاونيكومايكوزس يعني عباره عن فونجل انفكشن اوف ذا فهو عباره عن فونجل انفكشن اوف ذا نيل او النيل يونت. اونيكومايكوزس انكومبسز نوت اونلي ديرماتوفايتس مش بس الديرماتوفايتس اللي بتسببه بس اليست زي الكانديدا وسبروفيتيك مولدز برضو. والاونيكومايكوزس كوزد باي ديرماتوفايتس بنسميها تينيا انجيوم زي ما بنسميه الديرماتوفايتس تينيا على حسب اي حاجه موجوده في الجسم يعني على حسب منطقتها في الجسم. طب اونيكومايكوزس كان انفكت بوث فينجر نيلز والتو نيلز برضو. طيب the most frequent cause of onychomycosis is Trichophyton rubrum ده most common cause of onychomycosis. الكانديدا accounts for only 2% وسبيشالي بتيجي في الفينجر نيلز مش في التوز يعني. اهو كانديدا الاونيكومايكوزس ده الكانديدا الاونيكومايكوزس هتلاقي فيه تعرفوا ازاي هتلاقي فيه ان النيل بيد معمول له فيه هايبريميا وسويلنج وبينفول تمام. وبعد كده بيسبريد الانفكشن للنيلز فبيعمل لي فيه شويه الديفورميتيز دي اول من حوالين الجنبين دول تمام. ده هو الاونيكومايكوزس. كلينيكال سب تايب اوف اونيكومايكوزس يا اما ديستال لاترال سبنجوال اونيكومايكوزس ووايت سوبرفيشال اونيكومايكوزس بروكيمال سب كل ده على حسب ايه؟ على حسب الاونيكومايكوزس جاي فين بالظبط في النيل.
دي تقسيمه سب تايبز كلينيكال. يعني ليه؟ لان مثلا بروكسيمال سب انجوال اونيكومايكوزس مي بي اسوسيتد وذ ايدز مثلا، فاهم؟ فانت تبدا تديفرنشال ان طالما الاونيكومايكوزس كده يبقى الشخص ده عنده ايدز فسبب له اميونو كومبرومايز بسببه يعني، فجاله الاونيكومايكوزس في الحته دي بالذات. بس ستيل كلها حفظ مالهاش علاقه بالفهم يعني. تينيا فشاي مش معانا. تينيا انكوجنيتو. طب يعني ايه تينيا انكوجنيتو؟ تينيا انكوجنيتو يعني متخفيه. طيب هتتخفى ليه؟ هو ازاي اصلا احنا بنعرف ان في تانية؟ بنعرف ان في تانية لان بيبقى في انفلاميشن ناتج من الجسم. الجسم هو اللي بيعمل الانفلاميشن رياكشن لوجود الفنجل انفكشن في المكان ده، صح؟ طب لو احنا بناخد كورتيكوستيرويدز توبيكال في مكان معين، ماشي، الكورتيكوستيرويدز مش هتوريني الانفلاميشن، فبالتالي لو انا مثلا افترضت ان ده كان مكان التينيا، تمام، وانا جيت قمت حطيت عليه توبيكال كورتيكوستيرويد، الانفلاميشن هيروح، والانفلاميشن هيروح، فبالتالي بدل ما كان الجسم بيحارب الاورجانيزم ده، الجسم مش هيبقى بيحاربه، فبالتالي الاورجانيزم هيزيد في العدد. فلما يزيد في العدد بدل ما كان هو واخد الجزء ده هيبدا ياخد ايه؟ اجزاء اكتر، هيبدا ياخد اجزاء اكتر. او ما انا اعمل ايه؟ او ما انا حاطط توبيكال كورتيكوستيرويد، افضل اعمل كده لدرجه ان انا بدل ما انا بعالج الموضوع انا بقيت بشيل الانفلاميشن، فالاورجانيزم بيبقى براحته ان هو يزيد، فيبدا ياخد مكان اكبر جدا بالجسم. فبالتالي لو جيت تشوف اي تينيا من اللي احنا شفناهم ورا كانت واخده جزء صغير جدا، لكن لما تيجي تشوف التينيا انكوجنيتو هتلاقيها واخده حيز كبير جدا من المكان. ليه؟ لان انا كل شويه بدهن توبيكال، فالاورجانيزم الجسم مش بيحاربه فبيكتر في العدد، فبيكبر الاريا اللي هو واخدها، وبتبان مشوهه، اكنك رسمت حته المين بليس اوف الفنجل انفكشن اهو، ولكن انت كل شويه بدا يزيد. ليه؟ لانك عمال بتنهبت الرياكشن بتاع الجسم ليه، فبيزيد فبيسبريد حوالين المنطقه، تمام. بس ده ما بيحصلش قوي من السيستميك كورتيكوستيرويدز يعني. السيستميك كورتيكوستيرويدز بتعمل العكس. السيستميك كورتيكوستيرويدز بتنهبت المناعه الداخليه اللي برضو بتحارب الفنجل انفكشن ده، ولكن مش بتنهبت المناعه الخارجيه بتاعه الجلد ده، فهتلاقي زياده في الهايبرينيا وكبر في الحجم، ومفيش مش انكوجنيتو، ده انت بالعكس، ده انت شايفه كبير جدا بس شايفه كله واضح، اكن هي كلها المكان بتاع يعني بدل مثلا ما هو كان عندي مثلا في التينيا كوربورس عامل كده، لا هيبقى عامل كده، تمام. ليه؟ لانك عملت انهبت للمناعه الداخليه اللي كانت لانك عملت الانسان مور اميونو كومبرومايز، مش حسنت الموضوع. ده هو انكوجنيتو اهي، كل ده انكوجنيتو. ليست انفكشنز. طيب ليست انفكشن كده خلصنا احنا الدرماتوفايتس، تمام. طيب ندخل في ليست انفكشنز، تمام. ليست انفكشنز عندي منهم حاجتين، عندي كانديدا وعندي الملاسيزيا. والملاسيزيا على فكره هي يست لايك انفكشن، تمام، بس يعني عشان التريتمنت وعشان الحاجات التانيه تعالى يعني ايه نعتبرهم حاجه واحده. هو ماشي بتريسز فيرسيكولر اللي احنا خدناها قبل كده، هي عباره عن بسبب الاورجانيزم اللي هو الملاسيزيا، بس يعني هنعتبرهم في التريتمنت كانديدا وملاسيزيا واحد، لان هم ايه يست انفكشنز، بس مش هيبقى ليهم علاقه بمين؟ بالدرماتوفايتس والتينيا كابيتس وحاجات مالهاش علاقه، تمام. يبقى الكانديدا بتعمل شويه حاجات دول اللي منهم اكتر حاجه احنا عارفينها اللي هي الاورال كانديديزز، وهنا الملاسيزيا بتعمل ايه؟ بتعمل البتريازيس فيرسيكولر اللي هي برضه اكتر حاجه احنا عارفينها هنا. بقيه الحاجات يعني مش مهمه قوي. Pityriasis versicolor. The term pityriasis is used to describe skin conditions in which the scale appears similar to Bran. Bran اللي هو الرده، يبقى skin condition السكيل بتاع الليجنز similar to الرده، ماشي. Pityriasis versicolor also known as ايه؟ تينيا versicolor، لانها بسميها هنا تينيا، بس تينيا هنا مالهاش علاقه بالدرماتوفايتس، هنا تينيا هنا علاقه بمين؟ الملاسيزيا، تمام. يبقى التينيا versicolor دي مختلف، فخلينا نقول Pityriasis versicolor احسن. It's common benign superficial fungal infection of the skin. كوز باي ميسيجيا دايمورفيك لايبوفيليك فانجس. كل الكلام ده خدناه في المايكرو، او مش ممكن نكون خدناه ما عدناش اكاديميك يعني. The main species isolated and Pityriasis versicolor are ماليسيزيا فرفر وجلوبوزا وسيمبرياليس. احفظهم يعني، اكيد مش هشرح حاجه فيهم، بس احنا يعني خلينا في الفرفر دي. ماليسيزيا از كومنسل، يبقى هي كومنسل، هي موجوده عندنا كلنا اوف هيلثي سكين، يبقى هي مش نوت انفكشس. ليه؟ لان هي عندنا كلنا اصلا يعني. ما ينفعش مثلا تشوف حد مثلا عنده شويه تينيا او انت لاحظت عنده تينيا تكون خايف ان هو يعمل لك يعديك او حاجه. ليه؟ لان هي نوت انفكشس، هي عندنا كلنا، ولكن هي عنده لانه اميونو كومبرومايزد بقى، سواء هو يعني ايا كان الحاجه اللي خليته تيجي عنده، غالبا اميونو كومبرومايز، او هنقول الاسباب الثانيه دلوقتي. ماليزيا كان كوز بيترياس فيرسيكولر when it converts to its pathogenic filamentous form، يبقى في الفورم العادي بتاعها مش باثوجينيك اصلا. طب ايه اللي يخليها باثوجينيك؟ ايه اللي يخليها تسبب لنا بيترياس فيرسيكولر؟ genetic predisposition في العيله، environmental conditions such as heat و humidity اللي بيحبوا جدا الفنجس، immunodeficiency زي ما انا قلت، البريجنانسي، الاويلي سكين، الابليكيشن اوف اويلي لوشنز اند كريمز، كل ده بيسبب لي ان انا يجي لي ان الملاسيزيا اللي عندي تسبب لي ايه؟
بتريز فيرسيكولار. كلينيكال فيتشرز اوف بتريز فيرسيكولار بيعرفها ازاي؟ macules with fine scales either hyperpigmented or hypopigmented. most frequently affected sites are trunk والنك، غالبا بيجي في الظهر وبيجي في الرقبه، وبروكسيمال extremities بس احنا هنشوفه غالبا في الترنك في الظهر. احنا قلنا هو ممكن يبقى hypopigmented او hyperpigmented. هنا السكين نفسه في pigmentation عاليه، ولكن التانية او الفيرسيكولار او البتريز فيرسيكولار جت هنا بهايبوبيجمنتيشن. هنا العكس، هو السكين اوريدي اصلا هايبوبيجمنتد وهي هنا جت عملت هايبوبيجمنتيشن، فعشان كده الصورتين بيوريك ان هي ممكن تيجي بتين. هل هي انفكشنز اور نوت؟ لا هي مش انفكشنز. ليه؟ لان هي اوريدي عندنا اساسا، ولكن احنا ما بيجيلناش منها البتريز فيرسيكولار لان احنا مش اميونو كومبرومايزد وما عندناش البريديسبوزنج فاكتورز المعينه اللي تخليها تجينا. طب الكانديدا ماوث انفكشن مش مهم دلوقتي. الكرونيك بارونيكيا بتيجي من الكانديدا. طب ايه الفرق بينها وبين الاونيكومايكوز؟ الاونيكو يعني ليه علاقه بالنيل بيد او النيل نفسه، يعني هنشوفها في النيل نفسه، عشان كده الاونيكومايكوز ليه علاقه بالنيل بيد. طب البارونيكيا بارا زي بارا معناها حوالين او بجانب، نيكيا يعني النيل، فهنا هي بتيجي في الايه في النيل فولز. بس هناك قلت لك ان الاونيكومايكوز بتاع الكانديدا بيجي في النيل فولز وبعدين يعدي النيل بيد ويعمل لي المشكله في النيل، عشان كده بنسميه هناك اونيكومايكوز. لكن هنا هو مش هيعدي، هو هيفضل بس موجود ككرونيك انفكشن فين؟ في النيل فولز. تمام. الايروجيو هنا عشان ايروجن، وانتر ديجيت عشان ما بين الديجيتس، مش مهم يعني. بس خلينا بس ايه في هنا الكرونيك بارونيكيا مختلفه عن الكرونيك اونيكومايكوز. هنا ما بنجيبش اي سيره حاجه اكيوت لان الاكيوت بيبقى غالبا بكتيريال مش فنجل، غالبا الفنجل هو اللي ايه الكرونيك. دايجنوز فنجل سكين انفكشن. هاخد هيستوري من العيان. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ممكن يكون السبب بتاع ان الماليسيزيا تقلب بتريز فيرسيكولار وتعمل لي باثوجينيستي ان يكون في جينيتك بريدisposition، فاساله في عندك في العيله ولا لا. فدي حاجه مهمه ان انا اعرف الهيستوري من العيان. طيب الكلينيكال فيتشرز بتاعتها هي هايبوبيجمنتيشن والهايبر بيجمنتيشن. الشكل السكين ليجن شكله طالع لفوق ولا زي ما هو، على حسب بقى انا هعرف منها لونها ايه. مثلا ممكن يكون لونها مختلف فاعرف ان ده فانجل سكين ليجن معين بسبب انفكشس اورجانيزم تاني. ديرموسكوبي اللي احنا قلنا عليه في المحاضره اللي فاتت اللي هو عباره عن جهاز كده اكنك بتعمل ميكروسكوبي بس من غير ما تاخد سمير، انت بس بتحطه على الجلد كده وبيكبر لك الصوره وبيعمل ضوء معين بيخليك تشوف شكل الليجن بس اكنك بتقرب عينك. الكيو اتش اكزامينشن اللي احنا كنا عارفين الاكزامينشن بتاع الفنجس عامه بناخد السمير وبعدين بنحط عليها كيو اتش بيدوبها عشان اعرف احطها تحت الميكروسكوب اشوفها. الكالتشر ده قلنا بالاس دي اي والمش عارف سابروز اجار وحاجات غريبه كده، الحمد لله ان احنا خلصنا منها. يعني التريتمنت هو هنا التريتمنت هنبدا بقى ناخد تريتمنت يعني، فهيبقى في شويه حاجات مهمه هنعرفها. الانتي فانجلز يا اما توبيكال يا اما سيستميك. طب اشمعنى انا امتى هستخدم توبيكال وامتى هستخدم سيستميك؟ هستخدم توبيكال لو الليجن ما دخلش للهير وتحت الابيدرمس، لكن لو على الابيدرمس بس وانا شايفه حاجه كده بسيطه ما عملش يعني ما دخلش للديبر بارتس اوف ذا سكين فانا هتشتغل توبيكال بس. ولكن في يعني ده علميا، ولكن في بعض الاوقات انا هستخدم توبيكال في اماكن ثانيه. مثلا واحد مثلا عنده تينيا فيرسيكولار ماليه ظهره كله، هل هو يقعد يدهن ظهره كله؟ لا. يعني في ناس مثلا يقول لك انا عايش لوحدي مثلا مش عارف ادهن ظهري كله، خلاص يبقى انت تستخدم سيستميك مش مشكله، ولكن التوبيكال هو الفيرست لاين عامه. تمام. طيب الويتفيلد اوينمنت ده هو معروف كان بيستخدم زمان كتير بس هو مش موجود دلوقتي في السوق يعني، بس هو ممكن يتسال فيه فتبقى عارفه. سايكلوبوريكس والاولامين، بيروكسولامين والايميدازولز مشهوره جدا، والالايلامين كل دول برضو بيتحفظوا. اشهر الايميدازولز هو الكيتوكونازول، والكيتوكونازول برضو في منه سيستميك يعني. طب في السيستميك عندي الجريزيوفالفين، والجريزيوفالفين هو اول واحد ظهر من السيستميك انتي فانجلز وكان مشهور جدا يعني اول ساعتها لان هو اول واحد ظهر، ما كانش فيه اصلا سيستميك انتي فانجلز شغاله يعني. بس هو دازنت ورك اون الكانديدا، فبالتالي زي ما قلنا لو احنا هنعتبر الكانديدا مع الماليسيزيا نفس الحاجه فهو دازنت ورك اون ايه اون البتريز فيرسيكولار برضه. بعد كده ظهر حاجه اسمها كيتوكونازول، والكيتوكونازول فيرست ايميدازول ايفر ابيرد يعني، وبرده عمل ثوره ومش عارف ايه وبتاع وكان رخيص وكل حاجه زي الفل، بس طلعوا لك ان هو بيعمل يعني شويه هيباتوتوكسيستي يعني بسيطه فما عادوش بيستخدموه. ما نعرفش بقى شركات الادويه عملت كده يعني عشان هو كان رخيص وكانوا عايزين يبيعوا حاجه غاليه ولا لا، بس المهم ان هو ما عادش بيستخدم يعني فبيستخدموا ايه فلوكوكونازول. وليه فلوكوكونازول؟ لانه كويس لان في بعض انواع الفنجل انفكشنز بتوصل للسي ان اس فبالتالي هو بيكروس البلاد برين بارير فيقدر يروح لها. هو دراج اوف تشويس ان ايه الكانديدا، والسنجل ويكلي دوز فهو كويس لان انا بديه حبايه واحده في الاسبوع فهو سهل بالنسبه للايه الشخص ان هو البيشنت انه ياخد. بعد كده انتراكونازول واتراكونازول والتربينافين ريبليسز جريزوفالفين ان تريتمنت اوف تينيا كابيتس. طب بما ان الجريزوفالفين مش بيستخدم في الكانديدا هيستخدم في التينيا كابيتس كفيرست لاين، ولكن هو يعني في بعض الدول مش بيستخدم كفيرست لاين فبالتالي ساعتها بنستخدم التربينافين. زي فين؟ زي في السعوديه. في السعوديه مش بيستخدموا جريزوفالفين، بيستخدموا التربينافين، وحتى هو مش موجود برده في مصر قوي يعني، ساعات بيبقى نادر في السوق.
يبقى ده التوبيكال وده السيستميك، وكل واحد فيهم مهم ليه. طيب الجريزيوفالفين نبدا بيه. قلنا الجريزيوفالفين مالوش علاقه بالكانديدا، يبقى مالوش علاقه بالتينيا فيرسيكولار او البتريز فيرسيكولار، يبقى انا هعالج بيه التينيا كابيتس. بناخده ازاي؟ الدوز عباره عن 12.5 مللي جرام بالكيلو جرام، تمام، 1 ديلي. والتينيا كابيت فور اتليست 6 to 8 weeks، يبقى انا بديه فور اتليست 6 to 8 weeks ديلي 12.5 مللي جرام بير كيلو. الدوز مهمه، تمام. التربنافين قلنا ان هو ريبليسمنت للجريزيوفالفين، صح؟ قلنا ان هو ريبليسمنت للجريزيوفالفين. اونيكومايكوزز، بس مش سببها الكانديدا، وما اعتقدش بيستخدم في الكانديدا يعني. فهو الاونيكومايكوزز 250 او 125 على حسب ايه، لو هو طفل تديله 125، لو هو كبير تديله 250. قلنا ان هو كويس ليه؟ هو 1 تابلت بير داي، تمام، بيستخدم فور 6 ويكس، تمام. طب لو للتونيل بيستخدم في 12 ويكس. طب يعني ايه بقى الحته دي؟ انا بعرف ان انا بعالج الاونيكومايكوزس على حسب الجروث بتاع الضوافر، وجروث الضوافر في الايد اسرع بكتير من جروث الضوافر في التوز. فعشان اعرف الدراج بتاعي ده جاب نتيجه ولا لا، بيستهلك مني وقت اقل لو انا بعالج حاجه في الايد في الفينجر نيلز، ان هي بتنمو اسرع، ولكن بما ان التو نيلز بتنمو ابطا، فبالتالي هي هتحتاج مني وقت اكتر ان انا اعرف ان انا التريتمنت بتاعتي جابت نتيجه ولا لا. فبالتالي 6 ويكس بس في الفينجر نيلز ان هي بتنمو بسرعه، اما 12 ويك في التو نيلز لان هي بتنمو ابطا. 125 في الاطفال، 250 في الكبار. ده الاونيكومايكوزس 1 تابلت، تمام، 1 تابلت بير داي، 1 تابلت بير داي، تمام. وقلنا الجريسيفولفين 1 برضه بير داي، 1 بير داي، سواء 500 جرام 1 جرام مش مهم، المهم ان هو 12.5 جرام ملي جرام بير كيلو. الاتراكونازول مش مهم. نيجي للفلوكونازول. الفلوكونازول قلنا ان هو كويس ليه؟ قلنا هو كويس لان هو طلع بعد الكيتوكونازول، وقلنا ان هو ما بيعملش الهيباتوتوكسيستي اللي كان الكيتوكونازول بيعملها، فبالتالي برضه بيكروس البلاد برين بارير، ودراج اوف تشويس ان كانديدا، وسنجل ويكلي دوز، فهو كويس بالنسبه للبيشنت اللي بياخده مره واحده في الاسبوع. فلو نزلنا في الفلوكونازول اهو، بيتريز فيرسيكولار او الكانديدا، تمام، يبقى 150 تو 300 مللي جرام ويكلي دوز فور 2 to 4 ويكس. ممكن ادي 150 او ادي حبايتين ويكلي دوز، يعني مره واحده. يعني ممكن مثلا لو انا لقيت الشخص ده يعني ينفع اديله حبايتين وكده والدنيا تبقى 100 معاه، مش مشكله، بديله حبايتين مع بعض في الاسبوع، تمام، ويكلي دوز فور 2 to 4 ويكس بس. يبقى احنا قلنا في الاول، قلنا اول حاجه جريزيوفالفين عباره عن ايه؟ عباره عن 12.5 مللي جرام بالكيلو جرام. بيتاخد في بيتاخد في التينيا كابيتس، ومش بيأثر على الكانديدا ولا التينيا فيرسيكولار. بيتاخد لمده قد ايه؟ 6 ل 8 ويكس، تمام. التربنافين هو عباره عن الريبليسمنت للجريزيوفالفين لو مش موجود. بيعالج ايه؟ بيعالج الاونيكومايكوزس. بدي ايه؟ ممكن ادي 125 للاطفال، ممكن ادي 250 للكبار. بيتاخد امتى؟ وانس بير داي زي الجريزيوفالفين بالظبط. بيتاخد لمده قد ايه؟ 6 ويكس لو هو فينجر نيل، 12 ويكس لو هو تو نيل. ليه؟ لان في فرق في الجروث باترن بتاع الاثنين. طيب ننزل للفلوكونازول. الفلوكونازول احنا قلنا ان احنا خلاص، احنا قلنا دلوقتي الجريزيوفالفين مختص بايه؟ بالتينيا كابيتس، ده الفيرست لاين. طب لو هو مش موجود او احنا عايزين نعمل حاجه ثانيه، بناخد ايه؟ التربنافين. ولكن التربنافين هو مهم برضه في الاونيكومايكوزس، برضه الاونيكومايكوزس، بس غالبا مش الكوز ده باي كانديدا يعني. طب لو انا عايز اعالج حاجه ليها علاقه باليست، ليها علاقه بالكانديدا، ليها علاقه بالملاسيزيا، هنزل للايه؟ للفلوكونازول. بيعالج لي مين؟ البتريز فيرسيكولار. بدي إيه؟ يا اما ادي 1 حبايه، يا اما ادي حبايتين برضه ويكلي دوز بس، مره واحده في الاسبوع، تمام، سواء حبايه او حبايتين مره واحده في الاسبوع لمده قد ايه؟ 2 to 4 ويكس بس. فهو كويس جدا، بيشتغل بسرعه. وقلنا انه في بعض المزايا اللي هي ايه؟ ان هو دراج اوف تشويس ان كانديدا، وكروس بلاد برين بارير، وسنجل ويكلي دوز، تمام. كده الفلوكونازول سمري. اورال تربنافين از نوت افكتيف ان ذا تريتمنت اوف بيتريز فيرسيكولار، زي بالظبط الجريزيوفالفين. برضه سيستميك جريزيوفالفين ما ينفعش يشتغل على البيتريز فيرسيكولار، ما ينفعش يشتغل على الكانديدا، ولكن لما اجي اشتغل عليهم هستخدم مين؟ هستخدم الفلوكونازول. الجريزيوفالفين از ذا دراج اوف تشويس ان تريتمنت اوف تينيا كابيتس. طب لو مش موجود الجريزيوفالفين هستخدم مين؟ هستخدم التربنافين. طب التربنافين بستخدمه في ايه برضه؟ في الاونيكومايكوز. طب السيلينيوم سلفايد ده اللي هو شويه بيتحط برضه في الشامبوهات وحاجات توبيكال كده، ميلي ان بيتريز فيرسيكولار، عشان بيقولوا ان البيتريز فيرسيكولار يعني ليها دور شويه في القشره، فعشان كده بتلاقي مثلا بعض الشامبوهات بتاعت القشره موجود فيها ايه؟ السيلينيوم سلفايد ده. كده احنا خلصنا المحاضره. لو جينا نبص على الكيس اهو، فيميل بيشنت 35 years old pregnant presented by hypopigmented and hyperpigmented، تمام، macules with fine scales at his neck and her neck and shoulder by KOH examination in spaghetti and meatballs appearance. ده تقريبا كان بتاع البترياز فيرسيكولار، عشان هو بتاع الملاسيزيا فرفر، تمام. طيب يبقى انا كده عارف ان هي عندها بترياز فيرسيكولار. طب ايه علاج البترياز فيرسيكولار؟ فلوكونازول. طب بس احنا بنقول ان هي بريجننت، طب ما ممكن الفلوكونازول يكون له علاقه بالبريجننسي، او يكون كده خلاص عادي ما تديش سيستميك، ادي توبيكال. مش احنا قلنا ان احنا في العادي اصلا بندي توبيكال غالبا في البيتريز فيرسيكولار؟ طب انا ينفع ادي توبيكال في التينيا كابيتس؟ لا ما ينفعش، لازم تدي جريزيوفالفين او اللي هو اسمه ايه،
التربنافين. ليه؟ عشان احنا قلنا ان التوبيكال بنستخدمه علميا لما يبقى الحاجه مش ماسكه في الهير، ولكن احنا قلنا فوق لما جينا نتكلم عن ان التينيا كابيتس قلنا ان التينيا كابيتس بتبقى ليها علاقه بالشعر وبتعمل لي الوبيشيا وحاجات كده، يبقى ساعتها ما اقدرش استخدم ايه توبيكال. ولكن التوبيكال اقدر استخدمه عادي في البتريز فيرسيكولار، وبالذات هنا لان هي بريجننت. ما اعرفش بصراحه هو له علاقه فلوكونازول له علاقه بالبريجننسي ولا لا، ولكن يعني انت لو مش مهتم مش محتاج ان انت تدي سيستميك فلوكونازول، طب ما انت ممكن تدي توبيكال. تمام. هاف تو تريت قلنا اهو، بروفيشنال دايجنوز قلنا ان هو المسيج فور كده. خلصنا الحمد لله الايه المحاضره.